القصه ديالنا كتبدا في واحد المدينه كوريه هاديه فين عايش يونكو، واحد الاب اللي الله عطاه عقل صغير ولكن عطاه قلب كبير وحنين بزاف. يونكو عايش غير هو وبنته الصغيره سونغ اللي ذكيه وحاذقه وكتقابل باها بحال الا هي الام ديالو. هاد الجوج عايشين حياه بسيطه وكيبغيو بعضياتهم لدرجه ما كتصورش، والحلم الوحيد ديال يونكو هو يشري لبنته واحد الكارطابل مرسومه فيها سايلر مون، وكان كيجمع الريال على خوه باش يكمل الثمن ديالها. واحد النهار مشاو للمحل باش يشريو المحفظه، ولكن لقاو واحد الراجل اخر شراها لبنته. يونكو مسكين بقاوش ما باغي يفرح بنته، مشى عند الراجل وبدا كيترجى يخليها ليه، ولكن الراجل دفعو وعيرو. وصدق هذا الراجل هو الكوميسار الكبير ديال الشرطه في المدينه، ودازو شي ايامات ويونكو كان خدام في واحد الباركينغ. بانت له ديك البنيه بنت الكوميسير وقالت ليه اجي معايا نوريك فين كيتباعوا دوك المحافظ. هو تبع بنيته الصافيه، ولكن المصيبه وقعات ملي البنت وهي غاده زلقات وطاحت على راسها وماتت في البلاصه. يونكو تخلع وبحكم العقل البسيط ديالو حاول يطبق داك الشيء اللي تعلم في الاسعافات الاوليه، وبدا كيحاول يدير لها تنفس اصطناعي ويحاول يعتقها. ولكن في ديك اللحظه بالذات دازت واحد السيده وشافته وحسب ليها كتعدى عليها وبدات كتغوت. البوليس جاو كيجريو ولقاو بنت الكوميسير ميته ويونكو حداها. هنا القضيه غتولي شخصيه وانتقام. الكوميسير ما بغاش يعرف الحقيقه، بغى غير شي حد يخلص الثمن، والبوليس استغلوا الاعاقه ديال يونكو، ضربوه وعذبوه وبزوا عليه بصم على اعتراف باللي هو اللي خطفها وتعدى عليها وصفاها ليها. وهو مسكين غير كيقول باش يخليوه يمشي عند بنته يسونغ. المحكمه دازت خف نزربن وحكموا عليه بالاعدام وصيفطوه للحبس وبالضبط لواحد الزنزانه سميتها الزنزانه رقم 7 قبل ما يطبقوا عليه الحكم. وفاش دخل الزنزانه لقى فيها واحد المجموعه ديال المجرمين المحترفين، واحد شفار واحد مهرب وواحد نصاب، والزعيم ديالهم اللي هو يانغ هو اللي كيحكم الزنزانه. في الفيديو كلشي احتقر يونكو وتكرفصوا عليه ودقدقوه حتى سمعوا باللي هو كيصفيها للدراري، وهذه تهمه كيكرهوها حتى المجرمين. ولكن في واحد النهار وقعت مضاربه في ساحه الحبس، واحد المجرم خطير بغى يغدر الزعيم يانغ هو ويضربه بالموس، ويونكو نقز وتلقى الضربه في بلاصتو وعتق الزعيم. وهنا الزعيم حس بالجميل وقال يونكو طلب اي حاجه بغيتيها نحقها لك. ويونكو قال ليه براءه، بغيت يسونغ بغيت بنتي. الزعيم صحابو ورجالو قرروا يديروا المستحيل باش يدخلوا البنت للحبس، واستغلوا واحد الحفله دينيه كتنظمها والسجن، وقدروا يهربوا يسونغ والسكراتن ديال الخبز ويدخلوها للزنزانه رقم 7. هنا بدات اجمل واخطر مغامره. المساجين اللي وجههم قاصحه ولاو كيلعبوا مع البنيه وكيضحكوا، والزنزانه رجعت بحال الشراود ديال الاطفال. ومع الوقت والاحتكاك هاد المجرمين اكتشفوا باللي يونغ مستحيل يقتل دبانه وباللي هو بريء مظلوم، وقرروا يوليو هما العائله ديالو المحامين ديالو. ولكن الفرحه ما كتدومش، حيت رئيس الحراس كان راجل قاسي وحاقد على يونكو، حتى هو مات له ولده في حادثه وكيحسب ليه يونكو مجرم بصح. والمدير فاش عاق بلي البنت كاينه في الحبس قلب الدنيا، ولكن وقع حريق في السجن ويونكو عاوتاني اعتق المدير من العافيه والموت. وهذا الموقف خلى المدير يراجع راسو وبدا كيقلب في الملف ديال القضيه، واكتشف باللي الكوميسير فعلا زور الادله وباللي يونكو بريء 100%. هي هذيك قرب موعد المحاكمه النهائيه، والمساجين كاملين تعاونوا باش يدربوا يونكو شنو يقول لك قدام القاضي. حفظوا الجمل وحفظوا كيفاش يجاوب باش يبرأ راسو، والامر كان كبير وكلشي كان فرحان. ولكن الكوميسير الشرير ما سكتش، مشى عند يونكو قبل الجلسه وهددو وقال ليه الا قلتي انا بريء غنصفيها لبنتك. ويونكو الاب اللي كيموت على بنته تخير بين حياته وحياه بنته، وفي المحكمه قدام القاضي والناس وفاش كلشي كيتسنى يقول انا بريء، يونكو شاف بنته بدا كيبكي وكيغوت وقال لهم انا اللي صفيتها ليها، انا اللي درت هذا الشيء، غير خليو بنتي تعيش، هذا الشيء اللي بغيت. لقات صدمات وبنته بدات كتبكي وكتغوت وكتقول ليه لا انت با ما درتي والو. ولكن في اخر المطاف الحكم صدر بالتاكيد الاعدام. الايام الاخيره في الحبس كانت حزينه بزاف، ولكن واخا هكاك عامره بالحب، حيت صحابو في السجن حاولوا يصنعوا منطاد باش يقدروا يهربوه هو وبنته نهار واحد الحفله. وفي واحد المشهد كيبكي المنطاد طار بهم وفرحوا حسب لهم عتقوا راسهم، ولكن الحبل وحلف الصور رجعهم. وهي هذيك وصل نهار التنفيذ، نهار الوداع اللي كيبكي الحجر. يونكو توتا مع صحابو المساجين اللي ولاو خوتو وعنق بنته لاخر مره. هو كان كيحاول يضحك باش ما يخلعهاش، ولكن غير في شارقو رجع كيجري وكيبكي وكيطلب منهم يخليوه يعيش غير باش يبقى معاها. ولكن الحراس داوه ونفذوا فيه الحكم، ويسونغ بقات بوحدها كتبكي في مشهد كيقطع القلب. وهذا الشيء اللي وقع. دازت سنين وكبرات يسونغ وقرات القانون ولات محاميه ناجحه، وطلبات اعاده المحاكمه باش ترد الاعتبار لباها اللي مات. وقفت قدام القاضي وجابت الشهود اللي هما دوك المساجين صحاب باها اللي كبروا وشرفوا، وجابت المدير ديال السجن وقدرت بالادله والحجج تبين للعالم كامل باللي باها يونكو كان بريء ومات مظلوم بسبب الظلم ديال الكوميسير. والقاضي حكم البراءه لروح يونكو، ويسونغ حست بالراحه ومشات للزنزانه القديمه وتخيلت باها كيضحك ليها، وخرجت وهي كتشوف السما والثلج كيطيح وكتحس بروح باها باقا معها وكتحميها ديما. وهنا كتسالي قصه معجزات الزنزانه رقم 7، قصه كتبين لنا ان الظلم يقدر يقتل الجسد ولكن الحب عمره ما كيموت. وحتى وسط الظلام ديال الحبس المعجزه تقدر توقع بالحب والقلوب الصافيه. تهلا.